كركوشو ما انتهى، ابا كركوشو انتهى من زمان، من بارا واو وبارا حليمه مي وبقى شفشافي قال لكي، ولا خلى امتداد ولا خلى بري ولا خلى بحري ولا خلى العمارات ولا خلى كافوري، شفشف الحاجات كلهم ودام سوق دقلو. ايوه يا اختي، كان كاتبني لك بكمونيه وجقاجيق والحاجات دي، قاعده جيعانه طول عمري يا اختي، هسي ذاته قاعد اسوي لي قوانص. بتكلم معاكي دار اعمل لك. انت قال شنو يا زينب؟ ابا كركوشو شفتي حسي بقى شفشافي كبير، بقى مجرم وحلي. ابا كركوشو خلاص بقى اسمه في الواطه، زي ما قلت لكي هو بقته ما انسان، بقته شفشافي. حليمه ماء ودى في 60,000 ضحيه مرمطه بيه الواطه دي يا اختي، كان زمان قاتلني بجو. قلت لكي انا بجاسف في جاي، ما خلى لي الكوارع، ما خلى لي الانجلقطه، ما خلى لي كمونيه بتاع الضان، ما خلى لي كمونيه بتاع بقر. الانفتت دي ما بيقدر بيشتريها، الانفتت يا حبيبتي يا زينب. وثم ثانيا وبيجيب لي الدجاجج وبيجيب لي راس شفت الروسين اللي بيكسرون بتاع السوكسيتا ديل، بتاع البقر، بيجيب لي الكوم ده عمل له الملاح ادبر نفسي. حسي يا يوم بقى شفشافي كبير مرمطه بيه الوطا. ما دي حوا وحليمه مي انت يا اختي خليني بس دايره افطر بس. شفتي بسوي لي فيه قوانص يا اختي، مالي ومال الحمد، بحمل لي فيه قوانص جاي افطر لي فطور ثقيل. ايامات دي مرطبه جدا كده، لكن مشكلتي مع ناس هوا مستمره. انا شوفي لا يمكن هوا تتفوق فيني يا والله يا زينب. شفتي هوا وحليمه مي دايريني انا بس، مطيورين مني، لكن انا انتهيت منهم. هم قاعدين ينتهوا مني، لكن انا اللي انتهيت منهم يا اختي. هي برفع احداثياته، السيخويه الجديده حيجربوا فيه. مالي قال هي خليني ساي بس انزل القوانص حقي افطر وارجع لك.